اتفرجت النهارده على فيديو لدكتور عمرو خالد بيحكي فيه عن قصة ما بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا خالد ابن الوليد. شوية معلومات أنا نفسي ما كنتش أعرفها عن سيدنا خالد، هو إنه ما دخلش الإسلام من بدري، كان سبب في هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وكان سبب في نجاح انسحاب المسلمين من غزوة مؤتة. يعني هو دخل الإسلام كده في النص. طيب، سيدنا خالد عنده مهارات وصفات في نفسيته، هو انه كان واثق جدا بنفسه وعنده اعتزاز غير عادي بنفسه وقدراته وتحليله السياسي ومهاراته القتاليه، واللي كان يعرف عنه كده كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا ادى لسيدنا محمد ملكه قرايه الناس وتخييط طريقه في التعامل معاهم تناسبهم، فيقدر يأثر فيهم ويكسبهم فعلا، وده حصل. بعد صلح الحديبيه بسنه، وسيدنا محمد كان داخل السنه اللي بعدها يعمل العمره زي ما كان متفق مع قريش، قابل الوليد بن الوليد وقال له من فضلك ودي الرسالة دي لخالد بن الوليد. في الرسالة دي كلمتين من ذهب، كلمتين هو دول اللي احنا دايما بنقعد نقولهم في التربية الإيجابية: يا جماعة افهموا ولادكم واعرفوا ازاي تتعاملوا معاهم، لأن في ده مفتاح وحل سحري ازاي تقدر كلامك يوصل لقلب ابنك. الرسالة كانت بتقول: يا خالد، فيما معناها أنا مش عارف أنت ازاي لسه ما دخلتش الإسلام وعقلك عقلك. يا خالد، انت عقلك يتقل بالذهب، انت فين من الإسلام؟ شوفوا بيعمل ايه مع حد كان سبب في الهزيمة.